قال الناظم رحمه الله تعالى: ونحتكم يا أهل ودي نصيحتي، وإني بها في العالمين لمشتهر، وأظهرت فوق الحق والسنن التي عن المصطفى قد صح عندي بها الخبر. ألا إن خير الناس بعد محمد ألا إن خير الناس بعد محمد عليه سلام بالعشي وبالبكر أبو بكر الصديق لله در على رغم من عاد، ومن بعده عمر، وبعدهما عثمان ثم بعده أبو الحسن المرضي من أفضل البشر. أولئك أعلام الهدى ورؤوسه، وأفضل من في الأرض يمشي على العثر. وحبهم فرض على كل مسلم، وحبهم فخر الفخور إذا افتخر. وحب الأولى وحب ال- وحب الأولى قد هاجروا ثم جاهدوا، ففرض ومن آوى النبي ومن نصر. وأشهد أن وأشهد أن لا إله وأشهد أن الله لا رب غيره، له الفضل والنعماء والحمد والشكر. سيبدو لنا يوم القيامة بارزا، فنبصره جهرا كما نبصر القمر، وأن كلام الله ليس بمحدث، ومن قال مخلوق فبالله قد كفر. أدين بقول الهاشمي محمد، وما بمقال الجهم دنت ولا القدر، ولا الرفض ولا الإرجاء ديني، وإنني لبال على التنزيل ثم على الأثر. وديني دين قيم قد عرفته، أبوح به إذا ملحد دينه ستر. بهذا أرجي من إلهي عفوه، وأرجو بهذا الفوز يا رب من وأرجو بهذا الفوز يا رب من سقر. أجرني يا رحمن إنك سيدي أجرني يا رحمن إنك سيدي، وجارك في أمن وفي أعظم الحذر. تمت بحمد الله. شيخنا بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. نستجيزكم بما قرأنا في هذا المجلس من الترمذي كذلك بالقصيدة، إجازة خاصة وعامة لنا وللسامعين والحاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه أجمعين. على أساس ما قرأتم وسمعنا هذه الرسالة المباركة، وكذلك حصة من الجامع للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، أجزاكم إجازة خاصة وعامة لكم ولكل فرد من عائلتكم وأزواجكم وذرياتكم المستمعين وأقاربكم وأحبابكم والصالحين المؤمنين. ربنا تقبل منا إنك كذلك أنت السميع العليم. المستمعين أيضا معنا، أيضا أكثر من 12 شخص يسمعون. يعني كذلك نشارككم في هذه الدروس المباركة. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم، جزاكم الله كل خير. قبلنا وتشرفنا. نلتقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، هكذا تم المجلس إخواني، بارك الله فيكم. إن شاء الله بعد ربع ساعة من الآن سنكون معكم في مجلس اختصار علوم الحديث لابن كثير، وكذلك شرح مشكل الأثر مع الشيخ الدكتور أبي الليث. خرب أدب من أرض السماع، فيكون معنا في موعده إن شاء الله.